في أسئلة بتيجي كتير جدًا على التلاجات، أنا أجيب مصري والّا أجيب مستورد؟ إيه المصري الموجود؟ إيه الحلو فيه؟ إيه الوحش؟ النهارده هاقول لكم على المصري الموجود والمستورد الموجود، وهاشرح كل واحد وكل منتج إيه مميزاته وإيه عيوبه، واللي عاوز يشتري يفكر ويشوف إيه المناسب ليه وهو اللي يختار. أول حاجة معانا بتكون الوايت ويل. من مميزات وايت ويل إن هي بتكون واسعة، التبريد بتاعها قوي جدا، خدمة ما بعد البيع كويسة جدا. لكن عيوبها بقى إن هي مفيهاش شاشة زي بقية الحاجات الحديثة. تاني حاجة بيكون سعرها غالي جدا، الأرفف بتاعتها بتكون من بلاستيك ضعيف شوية، يعني خامتها مش قوية قوي زي باقي الأنواع. بعد كده تاني ماركة معانا هي فريش. فريش مميزاتها إن هي بتكون شيك جدا، فيها فلتر لامتصاص الروايح، بيكون فيها شاشة في بعض الموديلات، بيكون الإضاءة بتاعتها ليد، ضمان مدى طويل جدا بيوصل ل10 سنين. الخامات بتاعتها بتكون كويسة، لكن من عيوبها بقى ان هي بيكون الارفف ازاز فسهلة الكسر شوية. ببعض الموديلات بتكون خدمة ما بعد البيع مش احسن حاجة، لان كل 6 شهور بتتغير. بيكون عندها التبريد بيقل مع الوقت شوية. القطع الغيار لو احنا هنغيرها بعيد عن الشركة بتكون غالية، لكن في المضمون ان فيها موديلات كويسة جدا. بعد كده معانا توشيبا، وتوشيبا انا بشوف من افضل الشركات الموجودة فعلا دلوقتي في مصر. وعندنا حاجتين، عندنا توشيبا العربي وعندنا شرق. هنتكلم عن توشيبا العربي. توشيبا العربي انا عندي واحدة توشيبا. توشيبا مشكلتها ان التقسيمة بتاعتها جوه ضيقة، الأرفف بتكون قريبة من بعض، الخامات بتاعتها مش افضل حال قوي، احنا لازم نفصلها شوية، ما ينفعش نسيبها يعني شغالة فترات طويلة، المفروض ان احنا نفصلها شوية. بعد كده عندنا برضو من مشكلتها ان البادي من بره بيكون خامته مش حلوة قوي، وفي نفس الوقت صوتها عالي شوية. ولو ان انا صوتها عالي دي لا، هو عندي صوتها مش عالي ولا حاجة، هي بس مشكلتها عندي ان هي تبريدها مش قوي، وفي نفس الوقت كنزة من جوه مش واسعة. لما نقارنها ببقية المصري لا، هي تقسيمتها من جوه مش حلوة قوي. لكن في خدمة ما بعد البيع معروفة ان خدمة توشيبا حلوة جدا ما بعد البيع، ودايما بتكون حاجتها متوفرة. عندنا بعد كده بالنسبة برضو لتوشيبا العربي وهي شرب. وشرب دي حلوة جدا، انا شايفاها افضل تلاجة. هي عندي كويسة جدا، التبريد رائع، وقت قطع الكهرباء بتحتفظ حاجات ساقعة أطول وقت ممكن. لما نسيب الباب بتعمل صوت علشان تديكي إنذار إن الباب مفتوح. خاماتها كويسة جدا جدا، جودتها عالية بالنسبة للأرفف، بالنسبة للبادي، لأي حاجة فيها كويسة جدا حقيقي، من أفضل التلاجات اللي أنا جبتها. لكن فيها عيبين، العيبين إن أول حاجة البادي من بره بيسخن، مفهوش عوازل كويسة للحرارة. تاني حاجة إن هي بتكون ضيقة شوية، وهي فعلا مش واسعة قوي زي باقي المنتجات، بس يعني معقولة، لا هي ضيقة زي شرب ولا واسعة زي الباقي. بعد كده عندنا الكريازي. الكريازي هي خامتها طبعا هي كويسة، خامتها حلوة جدا، هي واسعة، تعتبر من التلاجات الواسعة، لأن أنا برضو عندي كريازي. هي مشكلتها بس إن صوتها عالي، لما لازم نجيب التلاجة لازم نسيب مسافة كبيرة بين الحيطة والتلاجة، لازم يكون في مكان فيه هوا، ما ينفعش ان انا احطها في تقفيلة المطبخ واسيبها، لا هي كده يعني بقلل من عمرها. مشكلتها طبعا هي ساعات في موديلات بتنقط مية تحت الفريزر، ساعات تعمل تلج جوه التلاجة نفسها، فدي من عيوبها. طبعا عيبها برضو ان الضمان او خدمة ما بعد البيع مش افضل حاجة، بيتأخروا شوية، لكن طبعا هو ضمانها طويل جدا، على البادي بيكون مدى الحياة، على الفريزر بيبقى ليه مدة معينة. بعد كده عندنا من أفضل الأنواع بتكون في المستورد بيكون البيكو. البيكو محقق أرقام عالية جدا دلوقتي في المبيعات، لأن هي بتكون جودة حلوة جدا، أسعارها مش مغالى فيها قوي بالنسبة للمصري، يعني فرق مش كبير قوي في السعر. في نفس الوقت الخامات بتكون ألماني تقفيل تركي. مصر هنا بيتعمل فيها دلوقتي أكبر مصنع في الشرق الأوسط لمنتج بيكو، يعني شوية وهتبقى كل الخامات متوفرة فيها. التبريد عالي وكويس جدا، هي نو فروست ممتازة، ضمانها كويس، خدمة ما بعد البيع لما بتكون نقول القطعة الغير متوفرة بتكون كويسة جدا. بعد كده فيها كمان سؤال كل الناس تسأل، هو ايه 340 لتر
448 لتر. 340 لتر اللي هي 16 قدم، لكن 448 لتر اللي هي 18 قدم. هي بتكون واسعة ومنظمة وخامات الأرفف بتكون حلوة جدًا. بعد كده عندنا LG، وLG من أفضل التلاجات الموجودة، أو كل منتجات LG طبعًا معروف إن هي كويسة جدًا، بس هي دلوقتي المشكلة بتاعتها وهي صيانة ما بعد البيع بتبقى مش أحسن حاجة لعدم توفر قطع الغيار. لكن LG هي التجميد بتاعها كويس جدًا، بيكون سريع جدًا، بتكون الجودة بتاعتها عالية، الأرفف كويسة جدًا، بتتحمل كتير، وهي في نفس الوقت إزاز. بيكون عندنا منظمة، واسعة، فيها مميزات كتيرة جدًا، لكن من عيوبها إن هي غالية، إن هي بتكون قطع الغيار مش متوفرة، في خدمة ما بعد البيع مش أحسن حال. بتظهر كل عيوبها على الشاشة، فده بيخلّيها هي نفسها تتلخبط بسرعة، ودي بتعمل مشكلة كبيرة جدًا للناس اللي عندهم LG. وبكده قُلت لكم على التلاجات الموجودة في مصر دلوقتي، وكل واحد عاوز يشتري يسمع الفيديو ويعرف هو هيشتري إيه، وإيه المميزات وإيه العيوب لكل جهاز. باي باي.